فضيحة صادمة في عالم الطيران. ما يحدث خلف الكواليس سيتركك عاجزا عن الكلام. تقرير بريطاني جديد كشف عن تصرفات مثيرة للجدل بين بعض طواقم الطائرات. هذه ليست مجرد شائعات، بل شهادات حقيقية من موظفين حاليين وسابقين. حسب هؤلاء العاملين، بعد الهبوط وخلال الإجازات، هناك حفلات ضخمة، شرب مفرط، وحتى تعاطي المخدرات في غرف الفنادق بعد الرحلات. الأمر ليس مجرد استرخاء، بل تجمعات غير مناسبة وسلوكيات محرجة تم الإبلاغ عنها. والأكثر إثارة للجدل، بعض هذه التصرفات لم تقتصر على الفنادق. هناك تقارير عن مواقف غير لائقة بالقرب من قمرة القيادة، وحتى داخلها أحياناً، حيث خالف بعض الطيارين والموظفين القوانين الصارمة التي يجب الالتزام بها. هذه التصرفات أحدثت صدمة كبيرة في عالم الطيران، وأثارت مخاوف كبيرة حول السلامة. شركات الطيران بدأت تحقيقاتها، وبعض الفنادق قامت بحظر بعض الطواقم بسبب سلوكهم. هذا ليس مجرد كلام، بل تغطية إعلامية واسعة لهذه الفضائح. هل ستقوم بحجز رحلة بعد معرفة كل هذا؟ شارك رأيك في التعليقات وشارك الفيديو إذا صدمك هذا الخبر. ولا تنسى النقر على اشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك كل الأخبار والأحداث الجديدة إن شاء الله.